انا جمعتكم النهارده عشان النادي الاهلي بقى في خطر كبير بسببكم. مالكم؟ قولولي ايه اللي عمل فيكم كده؟ فين الروح؟ فين المبادئ؟ حد يقولي. اقول انا يا ريس. قول يا حسين. انا جالي رؤية امبارح، شفت ملاك ابيض كبير نازل من السما يقول لي مالك يا حسين، ايه اللي مضايق؟ قلت له ان الاهلي مش في حالته في المركز ال 14. قال لي يعني انت مش زعلان عشان ما بتلعبش وركنوك على الدكه وجابوا مكانك بالونه؟ قلت له لا خالص اطلاقا. قلت له انا يهمني روح الفانيلا الزرقاء الحمراء. قال لي يا حسين روح الفانيلا الحمراء ترجع تكسبوا تاخدوا كل البطولات لازم تبقوا سواسية. قلت له يعني ايه يا عم الملاك؟ قال لي يعني كل واحد فيكو ياخد 100 مليون جنيه. الله اكبر، قول لا يا عليك زلمة، لا عليك، ما تسيحش ده اخويا والله العظيم. ايه ده ما ملأ قلوبكوا؟ خلاص كل اللي همكوا بقى الفلوس، كل واحد عايز 100 مليون جنيه. احنا عمرنا ما كان يهمنا الفلوس يا ريس، وانا هبقى مثال لكل اللعيبه. انا عايز 90 بس. افوش. بس حلو قوي لحد كده. في ظل هذه اللحظات العصيبة انا ماشي. خد يا ريس، راح فين يا بيبو؟ عاجبك اللي عملته في الفرقه ده؟ انا عملت ايه؟